السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة الفترة اللي فاتت ما كانتش بتاعت أي كلام. فترة من أسود فترات الزمالك في الفترة الأخيرة. عايزين بس يعني نتكلم في حاجة كده بسيطة، نسأل سؤال بسيط. يعني هو ليه أي مدرب بيجي النادي الأهلي بينجح؟ ما سألناش نفسنا السؤال ده كزملكاوية. يعني أنا بصراحة سألت نفس السؤال ده. شوية نصابين ومنتفعين بيجوا يشتغلوا شوية وبينجحوا، بيعملوا اسم كبير وبيعملوا بطولات كتيرة قوي. منهم اللي جه الأهلي والزمالك وما نجحش نفس النجاح. مثلا هولمان ده جه الأهلي في 95، خد دوري 96 اللي احنا كنا فارقين بيه ب 13 بونت فريق الأحلام، وخد دوري 96 97. خد دورينا على التوالي فيهم سنة احنا كنا فيها أول دخول رئيس النادي الحالي لمجلس الإدارة كعضو مجلس إدارة معين بالمناسبة. يعني ما شاء الله دخل النادي واحنا فارقين 13 بونت عن النادي الأهلي المنافس المباشر والتقليدي نفس السنة، وكأن الأحداث بتعيد بعضها. لسه دوره جاي. طب ليه هولمان جه الأهلي نجح ونجاح باهر، وجماهير الأهلي ما تنسالوش ان هو عوض الفرق الرهيب ده، ويمكن سمعته اتبنت في الموسم ده بالذات، موسم 95 96. وما نجحش في الزمالك لما جه. ليه كارتيرون ما نجحش نفس النجاح اللي نجحوا مع الأهلي؟ ومش ألقاب بس، لا، حتى النجاح الفني. مجرد ان هو يوصل بحمودي ومش عارف وهشام محمد نهائي افريقيا، ده نجاح باهر بالمناسبه. وما نجحش مع الزمالك نفس النجاح، حتى لو خد بطوله سوبر، حتى لو خد كاس. دي مش طموح نادي الزمالك. ليه المنظومه الكبيره دي بتبني المدربين دول؟ يعني مثلا الاكذوبه الكبيره، الشخصيه والكاريزما وي 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 مانويل جوزيه خد مع النادي الاهلي القاب الاهلي ما حققهاش لا قبله ولا بعده. بعد كده راح لف على الدنيا كلها، لف، راح بقى اتحاد جده ولا راح الاهلي السعودي، وراح حتى مسك منتخبات ما نجحش بربع جنيه وما عملش اي حاجه، مفلس. مع العلم ان هو عمل مع الاهلي القاب ما حدش هيعملها بعد كده. مفيش مدرب واحد هيقدر يعمل ده، بالذات في الفتره الاخيره. ليه؟ عشان الإدارة هي أساس كل شيء. وإحنا ما نقدرش ننكر إن إدارة الأهلي أقوى مليون مرة من إدارة الزمالك على مر العصور بالمناسبة. يعني مرتضى منصور دخل الزمالك سنة 96 بعد حل مجلس إدارة النادي الزمالك المنتخب، دخل كعضو مجلس إدارة مع كمال درويش معين. ما خدناش احنا دوري في الفترة دي. في سنة 2001 كان نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الكابتن الدكتور كمال درويش، وأنا عن نفسي بدين للراجل المحترم ده باعتذار شديد، لأني كنت بصدق الجعجاع الكذاب الأونطاجي لما كان بيقول، وعامل كتاب قد كده بيقول فيه ضد الفساد في سنة 2005 في أول انتخابات ينزل فيها كرئيس نادي ضد الفاسد اللي كان جايب أسمنت ب10 مليون. هو كان بيقول كده بالمناسبة. أنا كنت داخل نادي الزمالك في الانتخابات دي، أنا كنت يوم بيومه في داخل نادي الزمالك، كنت بسمع كل الحاجات اللي بيقولها. كان الأول دخول نادي الزمالك سهل يعني. وكان بيقول ضد الفساد ومش ضد الفساد، ومرتضى منصور وكمال درويش ده حرامي وده فاسد، ويطلع ورق قد كده وسيديهاتك معايا طبعا زي ما قال للناس كلها، وجاب سيره الام والاب والزوجه الفاضله والدنيا كلها. نفس المنهج. نرجع بس، احنا مواليد الثمانينات حضرنا الفتره دي كلها. لو نرجع بس بالتاريخ، والسوشيال ميديا عموما ما خلتش، واليوتيوب ما خلاش،
نفس التصريحات اللي الراجل ده من 96 بيقولها هي نفس التصريحات اللي بيقولها النهارده. مفيش اي ابداع ولا اي تغيير. هو ما حلتوش اي حاجه. دخل النادي في 2005، اتحل مجلس ادارته في 2005، رجع ابريل 2006. يلا بقى دوخينا يا لمونا. اي حد كان بيمسك النادي الزمالك سواء منتخب او معين كان بيرفع عليه قضيه. ممدوح عباس مسك يرفع عليه قضيه. مرسي عطله مسك انا هرفع قضيه. يا حاج انا عندي مكاتب كتير واصغر محامي عندي وانا اصغر مؤلف قانون وانا انت كذاب. والله العظيم بق. اقسم بالله ما حد ودانا في داهيه غيرك. والله العظيم النادي الزمالك ما مكانته ان واحد زي ده يمسكه. هتحبس الناس كلها، هتعادي الناس كلها. دخلتنا في معارك كتير قوي مع ناس كتير قوي احنا مالناش علاقه بيها. احنا كجمهور او نادي الزمالك ملوش اي علاقه بيها. انت بتمشي تشتم في الناس. شتمت ابراهيم فايق الراجل المحترم ايا كانت انتماءاته ايا كان رايه. ممكن مره يخطئ ممكن مره ده اعلام يا عم. هو بيتكلم في الكوره. هو بيتكلم في الاقتصاد. ده اعلامي بيتكلم في الكوره. ايه المشكله يعني؟ غلطت فيه وفي امه وفي اللي جابوه. غلطت في كابتن محمود الخطيب وفي اهله وفي ليه تدخلنا في المعارك دي؟ بغض النظر ان المنظومه دي اكتر واحد لايق عليها هو انت، بس بره النادي الزمالك. يعني احنا ما يشرفناش ان انت تخش المعركه دي من خلالنا الصراحه. احنا ما يشرفناش ان انت تبقى رئيس نادي الزمالك، النادي اللي احنا كجمهور اول منتمي ليه. تعبنا وكل اللي احنا شايفينه ده. الماتش بتاع امبارح، انا حتى ماتش اسوان كنت شايف ان الزمالك بيقدم كوره. حتى ماتش المحله اللي اتغلبنا فيه كنت شايف ان الزمالك بيأدي كوره. استمرار فتره مع فتره في استنزاف لنفسيه لاعبين. بيع لعيب زي امام عاشور اصل مصلحته، اصل مش هلاعب لعيب غصب عنه، يلعب غصب عنه، يقعد على الدكه. محدش ضربه على ايده لما كان جاي من حرس الحدود، محدش يعرفه عشان يمضي للنادي الزمالك. انما حضرتك عشان العمولات والسمسره اللي بتعملوها ودخول عيالك الاجباري. لما العتال نجح كنائب رئيس، لا احمد مهيطل لازم يمسك. مسك مهيطل ومسك ملف كرة الصالات اللي احنا كنا فيه في وقت من الاوقات في مجلس معين وموقف لنا قيد، وخدنا بطولة دوري وكاس وافريقيا في السلة، وخدنا افريقيا ودوري في اليد، وحتى الطايرة اللي احنا فيها متأخرين عن الاهلي بكتير خدنا فيها الكاس. مهيطل عمل ايه؟ مهيطل ما بيعملش حاجة غير ان هو يقول يا بابا. اعمل ايه يا بابا؟ بابا ما بيفهمش يا حبيبي. انت هتفهم؟ يعني ابوك ما بيفهمش، انت هتفهم؟ هتجيبه منين؟ يعني انت هتجيبه منين اذا كان ابوك نفسه ما بيملكش في حياته حاجة غير حنجرته؟ ابوك نفسه ما يعرفش حاجة في الدنيا. اقسم بالله يا ابني، اقسم بالله لا انت ولا ابوك ولا اخوك حد كان ممكن يسمع عنكم حاجة غير من بوابة نادي الزمالك اللي انتوا بتخربوه او اللي انتوا خربتوه. هنفضل ضدكم، مش هننسى ان انتوا كنتوا سبب. وبقول انتوا انا في يوم من الايام دعيت على مرتضى منصور في ذكرى وفاة ال20 رحمة الله عليهم، وان شاء الله ربنا يحرق قلب عياله عليه باذن الله. ربنا يحرق قلبك على عيالك يا مرتضى يا منصور. كده اسما مرتضى منصور. انت كنت سبب في تخريب النادي من سنة 2005 لغاية وقتنا هذا. انا واحد من الناس قسما برب العزة رحت اشتري تذكرة نهائي الكونفدرالية، لقيته هو اللي بيوزع التذاكر. اقسم بالله كنا يوم جمعة وكان في رمضان وصايم، خلصت صلاة الجمعة وطلعت وقفت قدام النادي ساعتين 3. لما لقيته خارج بالتذاكر لفيت وشي ومشيت. مش هحط ايدي في ايدك لو هتداني ببلاش. لو هتقعدني مقصورة مش هحط ايدي في ايدك. الايد دي متلوثة بالدم
الايد دي متلوثه بالدم، ومفيش حد ايده اتلوثت بالدم على مر التاريخ استنى منه خير. دوري وكاس واعظم رئيس نادي في تاريخ الزمالك. مين انت؟ اعظم رئيس نادي ازاي؟ اعظم جبت ايه؟ كاس ايه ونيله ايه؟ يا راجل ده انا مش هنسى في يوم من الايام لما اتغلبنا في كره اليد، رحت جبت كاس من العتبه وقعدت تجري بيه في الملعب وضحكت الدنيا كلها علينا. هو في كده؟ ده انت عملت حاجات محدش في الدنيا كلها مفيش اصغر مشجع، عقليه اصغر مشجع ما بيفهمش يقدر يعملها او يجرؤ يعملها. غرفه داهيه، غرفه 60 داهيه. خلي عندك دم. وزاره الشباب والرياضه، انتوا سايبين الراجل ده ليه؟ سايبين تجاوزاته في حق الدنيا كلها ليه؟ الراجل ده عليه حكم، الراجل ده عليه حكم. وانا اعرف في اللوائح على قد فهمي يعني ان اي حد صادر ضده حكم ما ينفعش يفضل في منصبه. هي ماشيه بالحب. ما انت في 2020 2021 شلته بدون اي سبب، مش هتفرق يعني. وكان كل الجمهور او معظم الجمهور ضد القرار لصالح الزمالك. النهارده كل الجمهور عايزه يغور في داهيه. سايبينه ليه؟ يعني منتظرين ايه تاني؟ ان النادي مثلا يقعد يخسر وينزل درجه تانية؟ احنا ما بنقولش يمشي عشان نكسب، ما وارد يمشي ونفضل نخسر على قلبنا زي العسل. ما عندناش مشكله، ما عندناش ادنى مشكله ان احنا نخسر، بس الكائن ده يطلع. الفيروس اللي دخل نادي الزمالك من سنه 96 ده لازم يتبتر، لازم يتبتر. واحنا كجمهور كلنا لازم نقف ضد الراجل ده، سواء بقى من خلال السوشيال ميديا، من خلال دخول النادي، من خلال اي حاجه. لازم كلنا نبقى ضد الراجل ده. الراجل ده ما عملش اي حاجه في حياته، ما عملش. والراجل ده بالمناسبه اصلا مش زملكاوي. ارجع بس للتاريخ كده، الراجل ده كان عضو عامل في النادي الاهلي. مش هقول بقى كان اهلاوي، ده يا راجل ده انت لو حتى بتحب الاهلي مش هتعمل فينا كده. انت ما بتحبش لا اهلي ولا بتحب زمالك، ما بتحبش غير نفسك. عندك جنون العظمه، بتشوف المايك بتتجنن، عايز تطلع على القناه بساعتين ثلاثه وكل الدلاديل اللي واقفين يقعدوا يطبلوا لك. احسن رئيس نادي. دكر في ايه؟ انا عايز افهم انت دكر في ايه؟ كنت عملت ايه قبل كده لنادي الزمالك عشان تبقى دكر؟ انت كل معاركك لصالح النادي الزمالك خسرانه. قول لي دكر جبت حقنا في ايه؟ وقف السنتين القيد دول ما كانوا بسببك. ما هو الناس جت اتعينت واحنا توقفنا عشان هم كان في نيتهم لسه انه احنا نتوقف. هي مشاكلك. ماشي جروس، ماشي خالد بوطيب، ماشي مش عارف ايه، ماشي مين، كل دول لهم فلوس. ارفع يا عم، هات لعيب صغير ملوش اي 30 لازمه ماضي. فين الاداره هنا انها تبحث وتشوف اذا كان اللعيب ده ماضي هنا ولا ماضي هنا؟ مفيش. جيب محمد ابراهيم وهو عقده شغال عشان نلبس في حيط. كل المشاكل اللي فيها نادي الزمالك من سنه 96 وهو عضو مجلس اداره، وبالذات من 2005 لغايه يومنا هذا وهو تقلد بقى المنصب رئيس الجمعيه العموميه اكتر من مره، كلها بسبب مرتضى منصور. ومش هتتحل فعليا غير مرتضى منصور ما يمشي. احنا مرتضى منصور مشي، خدنا كل اوقاف في كل العاب الصالات، خدنا دوري، خدنا كاس، تمام. من غيره الدنيا مش واقفه عليه. وكان موقف لنا القيد بالمناسبه يعني. نفس التيم اللي خد الدوري تاني سنه. انت النهارده كل صفقاتك مشبوهه، مجلسك موافقون بالاجماع. كابتن جمال عبد الحميد اللي ما احترمش تاريخه كلاعب نتفق عليه، انما كاداري هو قاعد بياكل عيش. كابتن اسماعيل يوسف الله يرحمه، كابتن ابراهيم انا كنت بقف قدامه ونتكلم معاه. كابتن ابراهيم كان ذكر. هو في ايه يا كابتن ابراهيم؟ كابتن اسماعيل في ايه؟ كابتن ابراهيم كان ذكر، كان بيشتم اي حد في وشه، مش بيشتم حد في الاعلام لما كان بيغلط. كان ذكر. مالك يا كابتن اسماعيل في ايه؟ انت كل دورك انك تبقى موجود في الجهاز، في عضو مجلس اداره او موجود في الجهاز لما يعمل، عشان بس تنقل اخبار غرفه الملابس، وعشان خاطر تشوف المدرب بيقول ايه وبيعمل ايه. عيب عليكم، عيب عليكم. انتوا المفروض لعيبه كبار وتاريخكم كبير. عيب عليكم الدور
الهش اللي بتعملوه ده، انتوا بتهدوا اي رصيد حتى كلاعيبه كوره، وفي الاخر نروح نشتم حازم امام. حازم امام اللي جزمته برقبه اي حد يغلط فيه. نشتم حازم ونقول حازم دلدول. هو يا حازم يا اما يبقى لا مؤاخذه راجل غلط وقليل ادب ويطلع يشتم، يا اما نقعد نقول عليه دلدول ومش دلدول. انا ما كانتش عجباني اداره، هو عضو مجلس اداره حازم امام، بس ما حدش يقدر ينكر ان عيله يحيى الحريه امام من انظف الناس اللي دخلت نادي الزمالك، انظف من مليار مرتضى منصور وعياله. نحترم نفسنا ونغور في داهيه عشان الدنيا تسلك. يا راجل ده احنا الكرة العارضة بتتهزلها بسببك. غور في داهيه يا اخي، قرفتنا.